السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقائنا الأسبوعي مع أطفالنا الحلوين، برنامج حكايات تربوية. حقيقة الموضوع مهم جدا جدا النهاردة إن شاء الله، وبنتمنى أن كل طفل قاعد قدامنا دلوقتي يستفيد من هذا الموضوع، لأن الموضوع يتعلق بكل حياتنا في دنيتنا وآخرتنا، وبيتعلق بعلاقتنا ببعض، وبيتعلق بعلاقة العبد بربه سبحانه وتعالى. يعني بالبلدي كده اللي يطبق الموضوع بتاع النهاردة إن شاء الله يعني يبقى كسبان دنيا وآخرة إن شاء الله، وربنا هيكرمه إن شاء الله. الأول قبل ما نبدأ الموضوع نتعرف على نجوم الليلاد إن شاء الله. معانا كل واحدة بقى تمسك المايك وتقول اسمها. اسمها؟ لا، قولي اسمك بالكامل. قرب الميكروفون كده وقولي اسمك إيه؟ ندى أحمد محمد حسن. طيب ادي الميكروفون اللي جنبك. أميرة أشرف. أميرة أشرف. منة الله مجدي فهمي. منة الله مجدي فهمي. قولي يا حبيبي اسمك. سمير محمد. ادي اللي جنبك على طول. أحمد بلال أمين. أحمد بلال أمين. ها؟ مهاب أيمن عبد الفضيل. مين؟ مهاب أيمن عبد الفضيل. طيب اتفضل. سلام أحمد عبد الملك. اتفضل. محمد عبد الرضا عمار. طيب جميل أوي، ما شاء الله. ألف يعني نورتونا وألف مبروك على حضوركم، ويعني إن شاء الله الحلقة بتاع النهارده تطلع حلقة إن شاء الله طيبة وجميلة، وتستفيدوا أنتوا وكل المشاهدين إن شاء الله معانا النهارده. طيب موضوع النهارده بنتكلم يا حبايبي عن موضوع الوفاء. موضوع الوفاء طبعا موضوع جميل جدا. الإنسان يبقى وفي، يبقى وفي مع مين؟ ويبقى وفي إزاي؟ ويبقى وفي ليه؟ وفي ليه ديت؟ لأن إحنا تعلمنا الوفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عشان النبي كان وفي، وربنا قال ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة. جميل قوي، حافظين القرآن ما شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يبقى لازم نكون أنفياء، لأن احنا بنتأسى وبنقلد وبنتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ كان سيد الأوفياء. سيد الأوفياء هو اللي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة احنا بنبقى أوفياء عشان ربنا أمرنا نكون أوفياء، وعشان بنقلد سيد الأتقياء صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة ازاي نكون أوفياء؟ ازاي؟ ببساطة شديدة جدا نقرأ سيرة النبي عليه السلام ونشوف هو كان بيعمل ايه، لأن السيرة بتاعت النبي عليه السلام عبارة عنها ايه؟ بتوضح لنا ترجمة عملية لكل الأخلاقيات. إنما بعثت لأتمم ايه؟ مكارم الأخلاق. ومن ضمن الأخلاقات الجميلة الوفاء. فاحنا لما نحب نعرف ازاي نكون أوفياء نعمل زي النبي، نقلد النبي في كل حاجة صلى الله عليه وسلم. طيب والوفاء يعني الواحد لما يكون وفي ايه الجزاء وايه النعمة اللي هو ممكن يتحصل عليه او الاجر اللي يتحصل عليه؟ لا ده حاجة كبيرة قوي قوي ان شاء الله. هيبقى هو ده موضوع الليلاد ان شاء الله، موضوع الوفاء. طيب الوفاء يبقى مع مين؟ اسمك محمد؟ يبقى مع مين يا محمد؟ يعني نبقى اوفياء مع مين؟ مع أبي وأمي. ايوه، يا قرب المايك من بوك. مع أبي وأمي. مع ابي وامي. وايه تاني كمان؟ وأخواتي. واللي جنبك قول. ها؟ وافي مع مين؟ مع الناس كلها. مع الناس كلها. ونبقى أوفياء أصلا. يعني أول حاجة في الوفاء إن إحنا نكون أوفياء مع الله. أوفياء مع الله. طبعا. إيه ده؟ في وفاء بين العبد وبين ربنا، طبعا ده أعظم وفاء. طب إزاي أكون وافي مع ربنا؟ إن أنا أطيعه، إن أنا أسمع كلامه، إن أنا لما يجيني الأمر من ربنا يقول اعمل كذا، سمع وطاعة يا رب، أنت أكرمتني وأنعمت علي. أصل سبحان الله. بص حبايبي، لما نقعد نتكلم عن نعم ربنا، نعم ربنا لا تعد ولا تحصى. ربنا قال كده: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعرف نعد النعم؟ ما نعرفش. احنا لو قعدنا نعد بس نعمة واحدة كده، نعمة الإسلام بس. لو قعدنا الله ده هي نعمة الإسلام بس تتعد بتتعد. أصل نعمة الإسلام يعني إيه؟ بيتبني عليها حاجات كتيرة جدا. أنا مسلم، يعني أنا نظيف، يعني أنا بغتسل، يعني أنا بتوضى، يعني أنا بصلي، يعني أنا بزكي، يعني أنا بحج، يعني أنا ببر أم أبويا، يعني أنا أكون صادق، يعني أكون أمين، أكون وفي، أكون إنسان طيب، بحب الناس بتحبني. لا، ده بيندرج عليه حاجات كتيرة جدا. في حين إن أنت لو ما كنتش مسلم كان ممكن يبقى في حاجات كتيرة جدا وحشة في حياتك. إنما عشان أنت مسلم وربنا أكرمك بنعمة الإسلام، أنت طلعت لقيت نفسك إيه؟ مسلم. دي نعمة كبيرة. لو قعدنا نسجد لربنا كده من دلوقتي لحد يوم القيامة ما نوفيش حق ربنا في نعمة الإسلام بس. شفت قد ايه؟ يبقى الوفاء مع مين؟ مع الله. ان انا لما يجيني الامر من ربنا، يا رب انت انعمت عليا بنعم كتيره يا رب، واكرمتني. انت يا رب رزقتني بعينين اشوف بيهم وغيري ما بشوفش. انت يا رب اديتني ايدين وبتحرك والحمد لله، وبلعب رياضه وحديد وكده، وغيري مش قادر يتحرك. لا يا رب، انت كمان اديتني رجلين كمان بمشي وغيري ما بيمشيش، واديتني عقل بفكر وغيري مش ما عندوش عقل، واديتني كمان ام واب غيري ما عندوش ام واب، واديتني الصحة وغيري ما عندوش صحة، واديتني حاجات كتيرة جدا جدا. اقعد بقى عد بقى نعم ربنا، مش نعرف عدها ده؟ ما نعرفش. نعم كتيرة جدا، صح ولا لا؟ نعم كتيرة جدا. يبقى اذا وإن تعدوا نعمة الله ايه؟ لا تحصوها.
يبقى اول نوع من انواع الوفاء ان انا اكون وافي مع ربنا. ولذلك سبحان الله شوف بقى لما نشوف بقى سيد الاوفياء صلى الله عليه وسلم، النبي حبايبي لما كان بيصلي النبي ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني النبي عليه السلام هو النبي كان بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ كل حياته كانت طاعه، ورغم ذلك يعني ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورغم ذلك النبي عليه السلام يعني انت لو عرفت ان ربنا غفر لك ما تقدم وما تأخر هتعمل ايه؟ اقول خلاص بقى ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، يبقى انا يا دوب اكتفي بايه؟ بالفرائض، اصلي الصبح ظهر عصر مغرب عشاء واقرا شويه قران واذكر ربنا وخلاص، صح ولا لا؟ انما لا، ده النبي علمنا حاجه ثانيه خالص. ليه ايه؟ طب اذا كان ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر يبقى انا لازم اشكره على الحته دي. ولما اشكره مين اللي وفقني ان انا اشكره؟ هو ربنا اللي وفقني ان انا اشكره، يبقى اشكره على انه وفقني ان انا اشكره. وضحت؟ عايز ترجمه صح؟ طب صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. ان انا لما اجي اعبد ربنا انا جاي دلوقتي داخل اصلي، غيري ما بيصليش، فاهمين حبايبي؟ غيري ما بيصليش، فانا اول ما دخلت قلت الله اكبر احس من جوايا ان انا لا، انا مش بمن على ربنا ان انا داخل بيته اصلي، لا، ده ربنا هو اللي جابني في بيته ودعاني ويسر لي ان انا اروح لحد البيت المسجد واقف بين ايديه واصلي. يبقى الفضل لمين؟ لربنا. فانا لما اصلي اشكره على انه وفقني ان انا اصلي له. خدت بالكم يا حبايبي؟ واضح كده؟ ولما اجي اقرا شويه قران، غيري ما بيقراش قران، غيري بقى حياته كلها مع ميكي جيب وتنتان وسمير وهوهو وتوتو والحاجات اللي بيقولوها دي، تمام؟ وانا الحمد لله عمال بقرا وبحفظ في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما انا اقرا في كتاب الله ما اقولش ايه، لا الحمد لله ده انا ما شاء الله، ده انا مفيش حد زيي، ده انا بختم القران كل شهر وبصلي كل الفجر في المسجد. اوعى تحس بالحته ديت، اوعى تقول ايه لا الحمد لله رغم ان انا صغير بس ختمت القران، غيري مش عارف يختمه وعنده 50 سنه مش عارف، وانا الحمد لله ختمت. اوعى توصل لحته ايه؟ ان انت تتغر، لان لو اتغريت ممكن تضيع كل الخير اللي انت عملته ده كله. لا، ده انا كل لما اقرب من ربنا كل لما ايه ازداد ذل لله، اقول يا رب انت اللي وفقتني يا رب. طب يا رب ييسر لي ان افضل على طول في الخير ده. اصل ممكن ربنا يوفقك للخير ده وبعد كده تقوم انت تقول ايه بس الحمد لله انا خلاص بقيت ثابت وعندي علم وعندي ايمان وعندي وتعتمد على نفسك تضيع. انما اعمل ايه؟ اقول انا كل توكالي على ربنا، انا ربنا هو اللي موفقني، انا اصلا ما املكش اي حاجه، ربنا هو اللي موفقني، ربنا هو اللي ميسر لي. في اطفال كتيره حياتهم كلها لعب واتاري ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانا الحمد لله ربنا بلعب وبنبسط كطفل. طبعا الطفل لازم يلعب وينبسط برضه، مش عايزين نعقده في حياته يعني، لكن في نفس الوقت الحمد لله ربنا مبارك لي في وقتي ومبارك لي في اسرتي، والحمد لله بنقعد نحفظ قران مع بعض وبنسمع وبروح دروس علم وبسمع مشايخنا على القنوات وبحبهم وبيحبوني، صح كده؟ يبقى فضل مين؟ الفضل ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي بقى بيعلم الكون ده كله ان طالما ربنا اداك حاجه لازم ان انت ايه؟ تشكره. فالنبي عليه الصلاه كان يقف يصلي قيام الليل، قيام الليل ده نافله يا حبايبي، يعني ماهاش فرض علينا، تعملها تاخد عليها اجر، ما عملتهاش ما فيش وزر. بس ده ايه بقى؟ ما بيعملهاش الا واحد بيحب ربنا. واضح يا حبايبي؟ يعني اللي بيعمل كده لازم يكون حد ايه؟ بيحب ربنا بجد. فالمهم سبحان الله، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيصلي عمال بيصلي، احنا فاني كاميرا هنا ولا هنا؟ طب هنا واقف عمال بيصلي صلى الله عليه وسلم، وأمنا عائشة تقول له يا رسول الله يعني أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحته اللي بقولها لكم دي اللي هي حته ايه؟ طب ليه تعمل ده كله؟ ليه تتعب نفسك؟ ما انت خلاص اللي فات واللي جاي كمان ما فيش، الصحيفه ما شاء الله بيضه ناصعه. يقول لها النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا؟ بالبلدي كده. طب طالما ربنا اداني الحته ديت انه غفر لي ما تقدم وما تأخر، ليه ما اشكروش؟ بس ربنا قال في القرآن يا حبايبي ايه؟ ولئن شكرتم ايه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، هديكم اللي انتوا عايزينه، بس ايه؟ بس تشكروا. هي دي المسألة. نروح للفرقة الثانية عشان نكلمهم شوية. يبقى هي دي المسألة. يبقى انت لما ربنا يوفقك للحجاب تقولي ايه؟ لا ده انا الحمد لله، انا لولا ان انا اصلا كويسة ومطيعة انا مش حد زيي، انا لابسه حجاب وغيري مش لابسه حجاب. لا، انت لما تلبسي حجاب تقولي الله الحمد لله يا رب، ليك الحمد يا رب، انت اللي وفقتني ان البس حجاب وغيري ماشيين بقى ايه؟ عماله بقى شعر الحرير على الجبين ولا على الخدود يهفف، واخد بالك؟ وعماله ماشيه تهفف كده في الشارع كده لحد ما هتتهفف بعد كده. يعني المهم يعني فربنا يا رب يبارك في كل بنات المسلمين ويلبسوا حجاب ان شاء الله، يبقوا كده زيكم ان شاء الله. طيب نقول حته بقى حلوه قوي، ايه هي؟ طب الوفاء مع ربنا ان احنا نسمع كلامه، لما يأمرنا بحاجه نعملها ولما ينهانا عن حاجه ما نعملهاش، صح كده؟ يعني ربنا بيأمرنا بايه؟ بالصلاه، نعمل سمعنا وطاعة، خلاص هنسمع الكلام. ببر الوالدين، حاضر هسمع كلام ابي وامي.
بالاحسان الى الجيران، حاضر سمعا وطاعه هعمل كل حاجه. طب اوعى حد بقى يغتاب حد، اوعى حد يتكلم في حد هو غايب، اوعى حد يقول ايه عارفين فلان ده وحش وبخيل وكذا وكذا، او ده حرام. ده بقى يعمل ايه؟ ياخد بقى من حسنات كل يوم القيامه. الحسنات بتاعتنا اللي احنا بنعملها تتوزع يوم القيامه على الناس اللي احنا بنجيب سيرتهم دول. يا سبحان الله، شفت دي بقى المشكله؟ ربنا قال اوعى ولا يغتب بعضكم بعض، اوعى حد يغتاب حد، خلاص مش هغتاب. اوعى حد يمشي بين تاني بالنميمه بين اتنين، اروح اقول لفلانه عارفه فلانه بتقول عليك ايه؟ انت تعرفيش ده امبارح قعدت بقى تقول عليك كلام، قالت عليك ان انت طويله وقصيره. طب ازاي طويله وقصيره؟ ما اعرفش، المهم يعني ايه، وتخينه ورفيعه، وقالت عليك مش عارف ايه، وقالت عليك ان انت زعروره ونرفوزه ومش عارف ايه وكبه وحاجات كده يعني. فانت تقول لا 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 انا كمسلم ما ينفعش اعمل الكلام ده اللي يوقع بين الناس ده وحش جدا. انما انا اعمل ايه؟ لا ده انا لازم اسمع كلام ربنا، طالما ربنا امرني ان انا اعمل حاجه حلوه هعملها، حاجه وحشه ما اعملهاش خلاص. يبقى ده الوفاء مع مين؟ مع الله. طب الوفاء مع رسول الله ده ازاي؟ الوفاء مع رسول الله ان انا اتبع النبي عليه السلام، اشوف النبي كان بيعمل ايه. لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوه حسنه. النبي قال لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الايه؟ الراشدين المهديين من بعد. يبقى اعمل ايه؟ اتبع سنة النبي. طب هعرفها منين ما انا مش عارف سنة النبي؟ نجيب بقى الكتب بقى اللي بتتكلم عن سنة النبي. على سبيل المثال نبدأ بكتاب كده بسيط كده، ممكن حتى الاب والام يعلموا لاولادهم، كتاب رياض الصالحين بتاع الامام النووي رحمه الله رحمه واسعه. دول جايبين الكتاب فيه آداب واخلاقيات وسلوكيات ومعاملات وحاجات كده جميلة. كل يوم نمسك باب كده، باب التوبة، باب بر الوالدين، باب الإحسان إلى الجار، باب الخلق الحسن، نقعد نعلم أولادنا كل يوم باب، حديثين ثلاثة نختارهم كده من الباب، ونقعد نقول لأولادنا، ونجيب شرح مثلا رياض الصالحين ونبسطه لأولادنا ونفهمهم. كل ده ممكن ياخد ربع ساعة. فضل الطفل يطلع متأسس بقى على سنة النبي، عارف السنة، لما ياكل ازاي، لما يشرب ازاي، لما يخش الخلاء يقول ايه، لما يجي ينام هيقول ايه، اذكار الصباح ايه، اذكار المساء ايه، يعرف كل حاجة في دينه. فيطلع طفل ما شاء الله سوي، ويطلع طفل ايه، بر بوالديه وبر بالامة كلها بفضل الله. يبقى الوفاء مع رسول الله احنا نعمل ايه يا حبايبي؟ نسمع كلام ده نسمع كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا بقى نشوف بقى ايه حاجات كده خاصة بموضوع الوفاء، لان الموضوع حلو قوي مهمة جدا جدا جدا. النبي بيقول لكل المسلمين اضمنوا لي 6 حاجات، ال6 حاجات دول لو ضمنتوا تعملوها انا اضمن لكم الجنة. والكلام ده مش من عند النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام ده بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول اضمنوا لي 6 حاجات لو عملتوها اضمن لكم الجنة. كان من ضمن ال6 دول يا حبايبي ايه؟ واوفوا اذا وعدتم، خلوا عندكم وفاء. لو كان عندنا وفاء ده من اسباب دخول الجنة، من اسباب دخول الجنة ان انا اكون عندي ايه؟ اكون عندي وفاء. لا ده انا لكم حاجه بقى اغرب من ده كله، بس تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين يا حبايبي الغزوات؟ حد فيكم حارب قبل كده؟ حاربت فين؟ شفتوها فيديو زي حالاتي، انا كمان ما دخلتش جيش يعني. المهم يعني في الحروب دي انتوا عارفين الحروب يعني في الغالب خصوصا في القرون المتاخره، القرن ال20 وال21 اللي احنا عايشين فيه ده، الحروب في الغالب ما فيهاش اخلاقيات خالص. عادي جدا ان هم يقتلوا في الاطفال، في النساء، يخشوا على المدنيين يضربوهم، يضربوا مستشفيات، يضربوا مساكن، والكلام ده كله حرام. لان جيش بيحارب جيش، انت بالك بالناس اللي ما بيحاربوش. النبي كان بيعلم الامه كلها الوفاء في الحروب. تخيل يعني انت داخل تحارب عدو وانت حريص ان انت تقتله او هو يقتلك، ورغم ذلك بيقول لك خليك وفي مع مين؟ مع الكافر ده، مع اللي مش مسلم ده. سبحان الله. النبي عليه الصلاه كان يقول للصحابه ايه وهم طالعين يحاربوا؟ اغزوا بسم الله. اغزوا ايه؟ بسم الله وفي سبيل الله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. ايه ده؟ ما نغدرش يا رسول الله؟ ما تغدروش، بس دول كفروا وما يعرفوش ربنا وناس وحشين، برضه ما تغدروش. طب ده يعني اصل ده مش مسلم يا رسول الله، ما يعيش يعني برضه الموضوع عشان ايه يبقى واضح، ده مش مسلم حتى لو كان مش مسلم. اصل ربنا نهى ان احنا نظلم اي حد حتى لو كان مش مسلم، حرام ان احنا نظلم اي حد على وجه الارض. طب تخيل بقى ان احنا حرام علينا يا محمد ان احنا نظلم حتى القطه. تخيل حاجه زي كده. حد فيكم فاكر حديث عن الموضوع ده؟ النبي عليه الصلاه والسلام واحده ايوه حبست قطه. امسك المايك يا محمد، امسك. حبست قطه. لا دخلت النار بسبب قطه. تخيل بقى. وواحده ثانيه هتخش الجنه بسبب كلب. يعني تخيل ده حاجه غريبه جدا. ليه؟ لان ديننا دين الرحمه،
وبندي الصورة دي حبايبي، بنهديها لكل أطفال العالم، وبنهديها لكل الناس اللي موجودين على وجه الأرض، بنقول لهم هو ده ديننا وهو ده إسلامنا. إسلامنا بيحافظ على القطط، على الحيوانات، مش الحيوانات بس، ده إسلامنا بيحافظ على النباتات والجماد. ما تمشيش في الشارع تقعد تقطع الورد وترميه في الشارع، ما تمشيش في الشارع تقعد تكسر في الحجارة وتعمل، لا لا لا، حافظ على الكون. أنت مسلم، صورتك تبقى حلوة. خدت بالكم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لهم اوعى حد يغدر، لو اديت عهد لواحد كافر اوعى تغدر بيه، خليك وفي. ده مع مين؟ مع الكافر. امال بقى مع المسلم. خدت بالكم حبايبي؟ الوفاء نعمة كبيرة جدا. طب تعالوا نشوف يعني محمد، انت قلت لي عندك موهبة الخطابة. طب ممكن خطبة كده في يعني في هبابة وتنهيدة، يعني في دقيقة كده. يلا حمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله الوجود ملكه والقضاء حكمته وكل الكائنات طوع إرادته. علا فقهر وبطن فخبر وملك فقدر. فلو سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه وقلت له من خلقه لأجابك بلسان الحال والمقال قائلا أنا مخلوق للواحد القهار. الله، وتسلم ليك حبيبي، ربنا يبارك فيك. لا فضة فوق، ربنا يبارك فيك يا محمد. ده كده خلاص، انت تخليني الم العده واعتذر انا بقى كده. اقعد يا محمد. ربنا يبارك فيك يا رب. انت كمان عندك موهبه، اسمك ايه؟ اسماعيل. طب اديله المايك كده، يلا يا اسماعيل، حته كده على الماشي كده برضه في دقيقه كده، يلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيها الإخوة الأحباب. أيوه معاك أهو. حاضرين يا ريس. طيب ربنا يبارك فيك يا رب احفظ. حد تاني عنده حاجة ولا نكتفي في عندك؟ يلا خش، يلا خلص. يلا امسك الميكروفون. أقول سورة الفجر. قول يا حبيبي حتة كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. حبيبي جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيكم. صدق الله العظيم. عندك حاجة عايز تقول ايه؟ هو سورة ياسين، حتة من سورة ياسين. طيب يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. جزاكم الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. عندك حاجة ولا خلاص؟ طب اتفضل يلا بسرعة كده أحسن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعين به ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب الخير وأهل الخير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. ربنا يبارك فيك يا رب. حبايبي انتوا عندكم في حد عنده موهبه الحق ولا نخليها كمان شويه؟ خليها كمان شويه ماشي. طيب نكمل موضوعنا، نكمل موضوع الوفاء. بس بعد ما تصلي يا حبيبي بقى ما تقعدش كده. صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى نشوف وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، صور جميله جدا من وفاء النبي. ما احنا اتفقنا ان احنا لما نعوز نتعلم الوفاء نتعلمه من مين؟
من النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيد الأوفياء، هو اللي علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف صور الوفاء بتاعت النبي، احنا لو قعدنا نتكلم فيها من هنا لحد يوم القيامة مش هنوفي حقه صلى الله عليه وسلم. لكن تعالوا نشوف صور كده سريعة كده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة وفاء النبي لأصحابه، الصحابة اللي حملوا هم الدين وأمانة الدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا الدين ده للدنيا دي كلها. ايه اللي حصل بقى؟ عايزين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عايزين بقى يعني ايه نديهم حقهم بقى. مين اللي هيديهم حقهم؟ النبي عليه السلام. هيعرف الدنيا كلها قدر الصحابة، ويقول للدنيا كلها اوعى حد في يوم من الايام يتطاول على حد من الصحابة. ولذلك اي حد يتطاول على الصحابة دي كبيرة من الكبائر. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا ايه؟ اصحابي. فوالذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني لو واحد فيكم عنده ذهب قد جبل أحد وراح أنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. يعني لو أنفقت في زماننا ده قد جبل أحد ذهب مش هتوصل للمد اللي هو منه الكفين كده اللي كان بيدفعه الصحابي في عهد النبي عليه السلام، ولا مش نصفه ولا نصيفه. ليه؟ لأن قدر الصحابة قدر عالي، هم اللي حملوا أمانة الدين وهم اللي حملوا هم الدين رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. تعال نشوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثاني قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة. يا الله، يبقى ما ينفعش حد يتطاول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده من باب وفاء النبي للصحابة. الصحابة حمل هم الدعوة وشالوا الأمانة الدين ديت وما شاء الله وبلغوا دعوة سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل مكان. ولما النبي مات الصحابة كان عددهم كام يوم ما النبي مات؟ أكتر من 120,000. ورغم ذلك كم واحد اتدفن في المدينة حبايبي؟ 10,000. 10,000 ندى. أمال فين ال 110,000 التانيين؟ أخش على الكاميرا دي شوية عشان نكلم حبيبنا لنا. يعني 120,000 منهم 10,000 اتدفنوا فين؟ في المدينة المنورة في البقيع. طب ال 110,000 دول راحوا فين؟ ال 110,000 حبايبي كلهم خرجوا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يا الله، وماتوا بقى، اللي مات في مصر واللي مات في أفريقيا واللي مات في المغرب العربي واللي مات في كل حتة رضي الله عنهم وارضاهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي. تعالوا نشوف بقى من بعض من بين أصحاب النبي عليه السلام اللي هو إيه؟ اللي هو صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. النبي عليه الصلاة والسلام حب يوضح للأمة مكانة أبو بكر. قال إيه؟ قال ما لأحد عندنا يد يعني معروف، محدش فيكم عمل فينا جميل ولا معروف إلا وإحنا كافئناه خلاص بيه. ما خلا أبا بكر إلا أبو بكر، هو الوحيد اللي إحنا ما عرفناش نكافئه، تركنا مكافأته على الله عز وجل يكافئه به يوم القيامة. يعني إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أنت يا أبا عبيدة عملت معروف إحنا كافئناك، أنت يا مصعب كافئناك، أنت فلان كافئناك، إلا أبو بكر إحنا ما نعرفش نكافئه. اللي يكافئه هو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يكافئ سيدنا أبو بكر، لأن المكافأة بتاعت أبو بكر ما ينفعش حد يكافئه في الدنيا دي إلا ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف موقف تاني جميل جدا، موقف وفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأمة بقى كلها، كل الأمة دي. النبي قال إيه؟ لكل نبي دعوة مستجابة. كل نبي كان ليه دعوة إيه؟ هيندى مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، كل نبي راح إيه؟ متعجل الدعوة بتاعته وراح دعيها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه يا محمد؟ إلا أنا، هو النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شفت قد إيه النبي بيحبنا؟ يعني الناس اللي مقصرة في حب النبي عليه الصلاة والسلام بنقول لهم النبي بيحبكم. إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني إيه؟ يعني اللي عايز يفوز بشفاعتي أنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم لازم يجي يوم القيامة هو موحد ما يشركش بالله. واضح حبيبي؟ ولا كلام فيه ألغاز؟ اللي مش فاهم يقول مش فاهم. ها؟ فاهم يا ندى؟ اسمك إيه؟ أميرة. فاهم يا ندى؟ أميرة؟ اسمك؟ منى. فاهم يا منى؟ فاهمين كلكم؟ طيب الحمد لله رب العالمين. يبقى إذن إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا خبيت الشفاعة بتاعتي دي بقى اللي هيفوز بالشفاعة. طب إيه هي الشفاعة؟ إن ممكن تلاقي ناس حبايبي يوم القيامة جايين بذنوب كتير قوي ونفسهم يخشوا الجنة بس أعمالهم تودي النار، لكن ربنا عارف يعلم جيدا إن الناس دول كويسين بس هم مشكلتهم وقعوا في شوية ذنوب كده. يوم النبي يشفع لهم، يوم ربنا يقبل شفاعة النبي يقوم دخلهم الجنة. واحد تاني دخل الجنة بس كان نفسه يطلع في الدرجة اللي أعلى من دي،
اصل بين الدرجه والدرجه مسيره 100 سنه، 100 سنه في الجنه، شوف قد ايه. فسبحان الله، فيقوم النبي يشفع له، يقوم يطلع الدرجه اللي بعدها. يجي واحد تاني هو نفسه يخش الجنه، هو داخل الجنه بس هيتحاسب، فهو نفسه يخش الجنه من غير حساب، يقوم النبي يشفع له عشان يخش الجنه من غير حساب. خدت بالكم المسألة عامله ازاي؟ فالشفاعة مهمة جدا، احنا عايزين محتاجين الشفاعة، شفاعة النبي عليه السلام صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف برضو حاجة تانية من ضمن وفاء النبي عليه السلام بالأمة. النبي عليه السلام بيقول ان في حبايبي يوم القيامة في 70,000 مسلم، 70,000 ايه؟ مسلم هيخشوا الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. بغير حساب ايه؟ ولا عذاب، لا هيتحاسبوا ولا هيتعذبوا. فواحد من الصحابة اسمه عكاشة، اسمه ايه؟ عكاش. عايزكم تحفظوا الاسماء دي كويس جدا، زي ما بقى بعض الشباب او الاطفال الصغيرين حافظين بقى ايه اسماء اللعيبه والاحتياطي واللاين مان والحكم الاحتياط. لا، احنا عايزينهم بقى يحفظوا اسماء الصحابه. سيدنا عكاش بن محصن ده قال له يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، انا عايز اكون من 70,000 دول كويسين حلو اخش الجنه من غير حساب ولا عذاب. قال له انت منهم يا عكاش، انت منهم. الحمد لله فاز بيها. يوم واحد صحابي تاني يقول له طب يا رسول الله ادعي لي انا كمان اكون منهم. قال له لا سبقك بها عكاش. ما هو دايما ايه الخير ده عايز ايه؟ عايز اللي يسبق. اذا كان النهارده يعني لما بتنزل، كان زمان بقى الكلام ده قبل انفلونزا الطيور، كان لما بتنزل الفراخ في الجمعيه كان الناس تقف طوابير والحق يا جدع وخش الاول وكسر وشوط عشان تخش الاول. ده عشان فرخه، عشان فرخه هتاكليها ويا عالم تطلع فيها انفلونزا الطيور اللي فيها ايه، المهم يعني عشان فرخه. امال عشان جنه بقى ادعو الله ان يجعلني منه. قال له سبقك بها عكاشه. طيب معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا اسماء؟ الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ عندك كام سنه؟ انا عندي 10 سنين. 10 سنين مره واحده؟ طيب يا ستي. ممكن اقرا القران؟ اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا لئن لم ينتهي. جزاكم الله خير يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب يحفظك. وسيبي تليفونك يا اسماء وتعالي نورينا كده مع حبايبنا ان شاء الله الحلقات اللي جايه. ربنا يبارك فيكم يا رب يحفظكم. طيب معنا اتصال تاني ولا حاجه؟ طيب طيب ماشي. فالنبي عليه السلام بيقول ان في 70,000 يخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. شوف حب النبي بقى للامه بقى عشان تعرف بقى قد ايه النبي بيحبك، عشان انت بقى كطفل صغير تطلع كده متربي على محبه النبي، تقول ياه بقى النبي كان بيعمل كل ده عشان خاطرنا. النبي كان بيضحي بكل حاجه عشان احنا نخش الجنه من غير حساب ولا عذاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انا طلبت بقى، انا هحكي لكم بس الحديث معناه عشان تفهموه. قال انا طلبت من ربنا الزياده بقى، لا 70,000 مش كفايه يا رب، لا انا عايزهم اكتر من كده بقى. طب ما كفايه 70,000 حلوين قوي، 70,000 ده 70,000 هيخشوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. لا يا رب انا عايزهم اكتر من كده. قال ايه؟ طلبت من ربنا الزياده فاداني مع كل واحد من ال70,000 70,000. يبقى 70,000 في 70,000 يطلع كام؟ حوالي 52 لا اكتر حوالي 4,900,000 تقريبا، صح كده؟ طيب 4 مليون ولا ما اعرف 4,900,000 كل دول يخشوا الجنه يوم القيامه بغير حساب ولا عذاب. يا سبحان الله. تعالوا نشوف صور تانية من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا عارفين حبايبي ان النبي عليه الصلاه والسلام لما كان في مكه كان المشركين بيؤذوا النبي، عارفين طبعا انتوا القصه دي، وكانوا بيحطوا سلة الجزور على ظهر النبي وأذوا النبي، وكانوا بيدبروا 9 مؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعملوا مع النبي حاجات وحشه كتير قوي. يوم يحصل ايه؟ مين اللي كان بيدافع عن النبي بقى؟ مين يا اسماعيل؟ عم النبي. حدش قال لك؟ اديني بقول لك اهو عم النبي كان بايه؟ كان هو اللي بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب عم النبي ده اسلم ولا ما اسلمش؟ اللي هو ابو طالب. بكل اسف ما اسلمش، بكل اسف. النبي عليه الصلاه والسلام فضل يدعوه الى الله، يا عم قل لا اله الا الله، بس قولها بس وانا ادافع عنك امام ربنا سبحانه وتعالى. اصل من غير توحيد ومن غير قول لا اله الا الله محمد رسول الله اي عمل الانسان بيعمله ما ينفعش، لازم يكون الانسان ايه؟ نطق الشهادتين. طب يا عم قول بس لا اله الا الله، مش عايز يقولها. ومين اللي مانعه بقى انه يقولها يا حبايبي؟ هو كان هيقولها قبل ما يموت، بس اصحابه بقى اصدقاء السوء، الشله بقى التعبانه دي، ابو جهل قاعد من هنا وعبد الله بن ابي اميه قاعد من هنا، ويعني حاجه صعبه قوي يعني، قاعد بين شياطين بعيد عنك، والنبي عمال يكلمه يا عم قل لا اله الا الله، هو مش عايز يقولها. لحد ما مات ابو طالب اللي هو عم النبي عليه الصلاه والسلام، اللي هو عمل يعني خير كتير جدا في النبي عليه الصلاه والسلام، لكن مات كافر بكل اسف. يقوم سيدنا العباس اللي هو عم النبي التاني بقى، عمه التاني سيدنا العباس رايح يقول للنبي عليه السلام
يقول له يا رسول الله طب ده عمك ابو طالب ياما دافع عنك وياما وقف قدام قريش عشان خاطرك، معقوله كده هتسيبه كده مفيش اي شفاعه؟ قال له لا شفعت له. شفع عمل ايه النبي عليه السلام؟ ابو طالب عم النبي عليه السلام كان المفروض يبقى فين؟ في قعر النار. وقعر النار دي العمق بتاعها قد ايه؟ في حديث النبي عليه السلام قال لي لما سمع مره وهم قاعدين في المدينه سمعوا صوت حاجه ايه؟ خبطه كده، حاجه خبطت. فقال لي الصحابه انتوا عارفين ايه الصوت ده؟ قالوا له الله ورسوله اعلم، ما نعرفش. قال لهم ده حجر اترمى من على شفير جهنم، من على الفوهه كده، الفتحه بتاع جهنم من فوق، اترمى من شفير جهنم ووصل قعرها بعد 70 سنه. ابو طالب كان المفروض انه يبقى فين؟ تحت 70 سنه في النار تحت. فالنبي شفع له، فكان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على جمرتين. الجمرتين دول يعملوا يا حبايبي يخلوا مخه يغلي في راسه ابد الابدين، يفضل على طول بقى بلا انتهاء. دي شفاعه النبي في مين؟ في عم ابو طالب. بس ده وفاء، وفاء ما كان النبي ممكن ما يشفعلوش لكن شفع له صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف صوره ثانيه من صور شفاعه النبي عليه السلام، او من صور وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصور زي ما قلت لكم لو قعدنا نتكلم 4 مليار و900 مليون، ما انا معلش اصل انا كنت قاري بقى حسبت الحسب غلط معلش. عموما ابشروا بقى كده 4 مليار و900 مليون، يعني الحمد لله ممكن ان شاء الله قناه الناس تطلع منها ان شاء الله، يعني ربنا يكرمنا. فايه يعني صوره ثانيه من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي بقى حبايبي وفاءه مع امنا خديجه. ايه ده، هو في واحد وفي مع زوجته؟ والله فيه. ها الله يبارك فيك يا محمد. اول من امنت على الاطلاق طبعا عارفين، اول من امنت من النساء هي خديجه، واول من امن من الرجال ابو بكر، واول من امن من الصبيان علي بن ابي طالب، صح كده؟ طيب فاذا يعني اللي على الاطلاق خالص اول من امنت هي خديجه، ووقفت جنب النبي وساعدته وضحت بفلوسها وبوقتها وبصحتها. ده لدرجه ان هم لما دخلوا الشعب ابي طالب 3 سنين كانوا مش لاقيين الاكل غير ورق الشجر. كانت هي ممكن تقعد بره، دي كانت كبرت في السن، كان عندها حوالي 59 سنه. فرغم ذلك فضلت مع النبي ما سابتوش ابدا، فضلت قاعده معاه في ال3 سنين دول في الشعب لحد ما خرجت بعدها بكام شهر ماتت. النبي بقى وافي جدا، وافي جدا جدا صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه مع امنا خديجه؟ ينساها ابدا. هو اتجوز بعدها بكذا سنه، يعني اتجوز بعدها سوده وبعدين عائشه الى حد ايه امهات المؤمنين هم كلهم. لكن النبي عليه السلام ما ينساش امنا خديجه ابدا. امنا عائشه، وده من لطف ربنا بالنبي عليه السلام، ما كانتش بتغير من بقيه ال9، كانت بتغير من اللي ماتت اللي هي مين؟ خديجه رضي الله عنها وارضاها. فكانت تقول ايه امنا عائشه؟ تقول ما غرت من احد من نساء النبي الا من خديجه. ليه؟ من كثره ما كان النبي يذكرها. تخيلي حضرتك كده لما تكون واحده ماتت وجوزها اتجوز تاني بعدها بفتره، ورغم ذلك قاعد مع زوجته الثانيه وعمال يقول زوجته الاولانيه الله يرحمها ربنا يجازيها عني كل خير، والله ما انسى فضلها ابدا عليا. يعني وفاء غريب جدا جدا، بالعكس وهي ما تتضايقش. عارفين ليه؟ لان هي كمان ممكن تموت فيذكرها برضه لانها وفيه ولان هو وفي، فما تزعلش، بالعكس تقول ايه والله طالما عنده الوفاء ده لزوجته الاولى يبقى اكيد ان شاء الله هيكون وافي معايا انا كمان. هي تفرح ما تغيرش. امنا عائشه طبعا بفطره النساء معلش برضه الغير عندهم، فكانت غيرانه قوي. فقعدت تقول له خديجه، هو ما فيش غير خديجه؟ فقال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال امنت بي، هي اول من امنت بي إذ كفر بي الناس. لما الناس كفروا كلهم بي كانت هي أول من آمنت. وواستني بمالها وبنفسها وفعلت وكان لي منها الولد. وقعد يذكر مناقب أمنا خديجة رضي الله عنها. لا كمان كان في حاجة تانية كان النبي يعملها يا حبايبي. كان بيعمل إيه؟ كان لما يذبح شاه بيقسم اللحم بقى، ما ينساش أبدا صديقات خديجة أبدا. يعني قسم اللحم على طول، مثلا طلع 2 كيلو 3 كيلو، خدوا دولت دي صديقات خديجة. دي خديجة ماتت من سنين طويلة يا رسول الله، مش مشكلة، ما ننساهاش أبدا. وفي يوم من الايام تيجي له امراه سوداء ودخلت وسلمت على النبي عليه السلام، طبعا مش بالايد، سلمت على النبي السلام عليكم يا رسول الله. فالنبي راح ايه خلع الرداء بتاعه كده وراح فرشه على الارض وايه وقال لها تقعد. ست كبيره في السن يعني. فقعدت والنبي عليه السلام قعد يكلمها وكده. فبعد ما مشيت فامنا عائشه بتقول له يا رسول الله يعني جاءت هذه المراه السوداء فهششت لها، يعني قعدت كده مبتسم وفرحان وسعيد وقابلتها احسن مقابله في الدنيا. ايه السر يعني؟ قال انها كانت تاتينا على عهد ايه؟ خديجة. ايام ما كنت متجوز خديجة قبل ما تموت رضي الله، كان بتجينا المرأة ديت. وان حسن العهد من الايمان. الوفاء بقى، الوفاء ما ننساش الناس، يعني من باب قول الشاعر حبيبي حبيبي حبيبي. انت لما تحب حد كل اللي يحب الانسان ده يبقى حبيبك، وكل اللي يكرهه يبقى عدوك.
خدت بالك؟ حبيب وحبيبي حبيبي، وعدو وحبيبي عدوي. خدت بالكم؟ تعالوا نشوف صور ثانيه كده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيذكرنا بحاجه جميله قوي، بيذكرنا حبايبي بالوفاء اللي كان موجود حتى في الامم السابقه في بني اسرائيل. تخيلوا قصه جميله قوي، يمكن كلكم عارفينها طبعا اكيد. قصه 3، واحد ابرص، واحد اقرع، واحد اعمى. تعالوا نسمع القصه دي كده ونعيش معاها وننتبه كده ان القصه حلوه قوي. هحكيها لكم كده ببساطه، مش هقول الحديث، هقول معناه. كان في 3 حبايبي، واحد ابرص. ابرص هو ايه؟ لا الابرص ده اللي هو جلده فيه بقعه بيضه كتير قوي، ماشي؟ واحد ابرص، وواحد اقرع اللي هو ملوش شعر في راسه كده، واخد بالك؟ وواحد اعمى ما بيشوفش. طيب فجالهم ملك في صوره بشر، وراح داخل على مين؟ على الابرص. قال له ها تتمنى ايه؟ لو واحد ابرص يتمنى ايه؟ جلده يبقى زي الفل، صح؟ قال له انا عايز جلد حسن، عايز جلد حلو، مش عايز بقى حته بيضه وحته سوداء وحته حمراء، انا عايز جلد كله لون واحد. تمام؟ قال له طيب خلاص، وعايز ايه تاني من الاموال؟ قال له انا بحب الجمال، الابل. قال له حاضر، فاعطاه ناقه عشراء، يعني ناقه في شهرها العاشر حامل، هتولد بقى وهتكتر بقى ابل قد كده. واداها له، قال له بارك الله لك، وقام ماشي. دخل على مين؟ على الاقرع. قال له تتمنى ايه؟ ها؟ شيء طبيعي يعني عايز قصه ومتهفف كده وشعر يعملوا كريش ومزمبلوق وكده فالمهم ايه؟ قال له اتمنى طبعا شعر، مش اي شعر، مش عايز حاجه كده، لا عايز شعر كده حسن. قال له عايز ايه؟ شعر حسن. قال له طب عايز ايه من الاموال؟ قال له بحب البقر جدا جدا يعني. قال له خلاص، قام مديله بقره حامل وهتولد، عشان بقى تولد بقى ويبقى في بقر كتير كده. وقال له بارك الله لك في ذلك، ومشي. دخل على مين؟ على الاعمى. تتمنى ايه؟ ها يتمنى ايه؟ ندى واحد اعمى عايز عينين يشوف، صح كده؟ قال له عايز يرجع لبصر عشان يشوف. قال له طب عايز ايه من الاموال؟ قال له انا بحب الشياه، الاغنام. قال له خلاص، راح مديله الشياه برضه ايه على وشك الولاده عشان ايه. المهم كتر بقى ايه الاموال بتاعت ال3. ده بقى عنده وادي من الابل. وادي من الابل يعني ايه؟ يعني بين جبلين كده، والوادي ده كله مليان جمال. والتاني بقى عنده وادي من الابقار، والثالث عنده وادي من ايه؟ من الاغنام. راح جاي الملك في صورة كل واحد، يعني ايه؟ يعني مثلا جه الاولاني لمين؟ للابرص، جاله في صورة رجل ابرص. خدت بالك يا حبايبي بمعنى الموضوع ليه؟ عشان يذكروا بايه؟ بنعمة ربنا عليه. شوف انت كنت ايه؟ تمام؟ فاوعى تنسى بقى الناس اللي زيك. فراح له، دخل عليه لقى نفسه ابرص كده ومش عارف ايه، فقال له يعني انا مسافر وانقطعت بيا الحبال، يعني ما عنديش اي اسباب خالص اسافر، ويعني ما عنديش فلوس اسافر، ولا ناقه اركبها واروح عليها، ولا اكل ولا شرب. فيعني أسألك بالذي رزقك هذا الجلد الحسن والأموال دي كلها، تديني بس ناقة، جمل واحد بس. شوف عنده قد ايه يا محمد؟ عنده وادي من الإبل، وادي كبير جدا مليان إبل. قال له اديني واحد بس. يعني ممكن يكون عنده مثلا ايه؟ مثلا 500 جمل. بيقول له انا عايز جمل واحد، كتير؟ جمل واحد بس عشان اسافر عليه. قال له لا يا عم، انت بتتكلم في ايه؟ الحقوق كثيرة يا عم، ده انا طول النهار عمال بتبرع للبوسنه والهرسك والشيشان وفلسطين والعراق، ولسه فاتح جمعيه ايتام ومش عارف ايه ودار مسنين، انت بتتكلم في ايه؟ ده غير بقى لسه الضرايب والتامينات، فما عنديش يعني، مع الف سلامه. فقال له على فكره انا بشبه عليك كاني اعرفك، مش انت اللي كنت في يوم من الايام ابرص وما انتش لاقي تاكل؟ قال له لا، ابرص مين ومش لاقي مين؟ انا طول عمري كده رد جوان وامور وزي الفل وسنس ولارج وكده، وممكن اكون 3 اكس لارج، وبعدين هو ده كله كمان، لا ده انا كمان، ده انا الميراث ده كله ده انا وارثه عن دادي عن داده، عن كل الدواديد يعني. المهم ايه؟ لا ده انا من ايام بقى جد ال17 واحنا كلنا عندنا الاغنام والبتاع ده والابل دي كلها. قال له لا ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت، هترجع تاني زي ما كنت. فكان كان كذاب، فرجع تاني ابرص ورجع تاني فقير. شفت قد ايه؟ راح الملك راح لمين بقى؟ التاني اللي هو مين؟ اللي هو الاقرع. دخل على الاقرع، قال له برضه نفس الحكايه كده، انا راجل مسافر وانقطعت بيا الاسباب وما عنديش اي حاجه اركبها ولا عندي حاجه كلها ولا فلوس. طب استاذنك بس، عندك وادي بقرايه واحده احلب لبنها اشربه واخدها ابيعها اخد بثمنها فلوس واقدر اسافر وكده. قال له لا يا عم، الحقوق كثيره يا عم، ده انا ليل ونهار، ده انا اتهريت، ده انا كل يوم عمال اتبرع المستشفى مش عارف ايه والفقراء اللي جنبينه، وعمال اصرف على الحته واعمل لهم مرتبات كده يعني، فالحقوق كتير يا عم. قال له ايه ده؟
ده انا على فكره انا بشبه عليك برضه، مش انت اللي كنت اقرع وما كانش حيلتك ولا مليم؟ لا ازاي تتكلم ازاي؟ انت اكيد قصدك واحد تاني. لا ده انا جدي باشا وجده كان بيه وده افندي والعيله كلها كان ابويا كان مدير عام وعمي كان مدير بس غيري. المهم يعني ايه العيله كلها العيله كلها بشوات يا عم تتكلم في ايه؟ قال له طب لو كنت كذاب ترجع تاني زي ايه؟ زي ما كنت. فعاد اقرع مره تانية، وسبحان الله بقى لما يكون اقرع بقى شعره بقى جميل بقى وكده ويرجع تاني اقرع بتبقى صعبه قوي يعني. فالمهم فعاد اقرع مثل ما كان. راح للثالث بقى. الثالث ده بقى هو مين؟ هو الوحيد اللي كان وفي. شفت بقى النبي بيدينا درس ازاي بقى؟ النبي كانه بيقول لك ايه؟ شفت قصه الامه ديت؟ شفت الناس دول الثلاثه دولت؟ شفت اللي كان كويس فيهم ربنا هيكرمه ازاي، وشفت اللي وحشين ربنا عمل فيهم ايه؟ فراح للاعمى بقى، وراح له في صوره واحد اعمى عشان يصعب عليه. فدخل عليه قال له رجل أعمى وانقطعت بي الحبال، ما عنديش لا أكل ولا شرب ولا فلوس ولا أي حاجة، بس يعني أسألك بالذي أنعم عليك بالبصر وبالمال تديني بس غنماية أخدها أبيعها وأسافر بيها بفلوسها. قال له والله شوف بقى الأعمى بيقول له أنا كنت أعمى وربنا رد علي بصري، وكنت فقير وربنا أغناني، والله ما حوش عنك حاجة أبدا، الغنم اهي خش خد اللي انت عايزه وسيب اللي انت مش عايزه. الملك قال له ايه؟ قال له بارك الله لك، إنما أراد الله أن يختبركم فقد ابتليتم. شوف دي خد بالك بقى. فايه فغضب على صاحبيك ورضي عنك، بارك الله لك في مالك. فربنا بارك للأعمى فين؟ اللي هو بعد كده بقى مبصر، بارك له في عينيه وبارك له في صحته وفي الغنم بتاعته. ليه؟ لأنه كان إنسان وفي. كأن النبي لما بيحكي لنا القصة دي بيقول لنا ايه؟ هي يعني حدوتها هي؟ يعني كان يا مكان وخلاص كده؟ لا كأن النبي بيقول شفتوا بقى اهو لما كان الأبرص والأقرع ما عندهمش وفاء ربنا خد منهم نعمة مرة تانية، ولما كان الأعمى عنده وفاء ربنا ايه؟ زاد له. طيب معانا أميمة من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو أميمة؟ نعم. ايوه ازيك يا أميمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سمعنا يا أميمة ولا مش سمعنا؟ انا بحبك بس الشيخ محمود. طيب وطي التلفزيون شوية ماشي؟ وطي التلفزيون عشان ما تسمعيش صدى الصوت. بقرأ القرآن. طيب اتفضلي يا أميمة ربنا يبارك فيكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاكم الله خير يا أميمة ربنا يحفظك. مش قادر أقول لك اتفضلي معانا في البرنامج، هتيجي من تونس يعني مشوار بعيد عليكي. ربنا يبارك فيك يا رب، لكن شاركينا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية، وربنا يبارك فيكي وفي والديك إن شاء الله. طيب تعالوا بقى نكمل حبيبي. بإذن إيه؟ شفتوا الوفاء؟ نعمة كبيرة قوي. كأن النبي بيقول لنا لما تبقوا أوفياء ربنا يكرمكم. لأن مين اللي بيعلمنا الوفاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا برضه أحكي لكم قصة كده جميلة قوي قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. القصة دي بقى ان كان في واحد اسمه النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر ده كان عاش حالتين كده. حالة كان ايام ما كان ملك كان يعني ظالم وبيبطش ولما اسلم بقى انسان عادل وفاضل وما شاء الله، يعني كان ليه ايه يعني شقين كده في حياته. يعني ايام ما كان بقى لسه بقى ما اسلمش وكان لسه ظالم وكده، كان اي واحد يعمل غلطة صغيرة كده كان على طول باعدام، شان على طول خلص، ما كانش عنده وقت يعني. ففي يوم من الايام يا حبايبي حكم بالاعدام على واحد. عايزكم بقى تركزوا، القصه دي حلوه قوي. حكم بالاعدام على مين؟ على واحد. فالراجل ده قال له طب يعني يا سيدي استاذنك بس سيبني 3 ايام اروح لاهلي في البلد الفلانيه اسلم عليهم واودعهم واقول لهم الوصيه بتاعتي، وبعدين بعدها براحتك بقى، عايز تقتلني مش عايز تقتلني براحتك اللي انت عايزه. فقال له طيب بس مين يضمن لي ان انت تيجي؟ قال له اللي انت عايزه. قال له تجيب واحد يضمنك ويكون مكانك، بحيث ان انت لو ما جيتش هو يتقتل مكانك. تخيلوا بقى كده لما واحد يقول لك تعالى بقى اقف مكان فلان عشان هو لو ما جاش انت تتقتل مكانه، حد يوافق؟ ورغم ذلك والله في واحد وافق. واحد بقى
ايه كان في القصر اسمه ايه؟ اسمه شريك. الراجل ده كان من ضمن الخدم بتوع الملك ده، من ضمن الخدم بتوع ايه يا ندى؟ بتوع الملك. هو هتكون نمت يا ندى؟ طيب من ضمن الخدم بتوع الملك. فالراجل اللي هو اللي كان هيتحكم عليه بالاعدام ده قال له تعالى يا شريك ممكن تضمنني لحد ما اروح اشوف اهلي وارجع مره ثانيه؟ قال له هضمنك خلاص. فالملك قال له خد بالك يا شريك لو الراجل ده ما جاش انا هقتلك مكانه. قال له ما فيش مشكله يا سمو الملك، خلاص اقتلني مكانه لو ايه؟ لو هو ما جاش. حددوا 3 ايام وفي الميعاد الفلاني بعد صلاه العصر هنقتل الراجل ده، لو ما جاش ايه؟ لو ما جاش الراجل ده هنقتل شريك. شريك قدم نفسه خلاص للمشنقه وهيقتلوه خلاص، وبعدين فجاه لقى واحد جاي من بعيد خالص. قال له طب استنى يا سمو الملك لحسن ده في واحد جاي من بعيد وربما يكون هو الراجل اللي كان محكوم عليه بالاعدام. قال طب انتظروا. فانتظروا لحد ما قرب يا نهار ابيض ده هو ايه ده؟ وجاي بعد 3 ايام وهو عارف ان احنا عايزين نقتله؟ لا ده في حاجه غريبه بقى. راح ايه النعمان بن المنذر قال له انت ايه اللي خلاك ترجع تاني رغم ان انت عارف ان انا عايز اقتلك؟ قال له كرهت ان يتحدث الناس، خد بالكم بقى، ان المروءه ان الوفاء قد ذهب من قلوب الناس. خدوا بالكم انا ما حبيتش ان الناس تقول ايه؟ ان الناس ما بقاش عندها وفاء، لا انا اديت وعد ان انا ارجع يبقى لازم اكون وافي وارجع مره ثانيه. فراح الملك سال شريك بقى اللي هو دخل مكانه، اللي هو قال له اسمه الملك لو هو ما جاش اقتلني انا مكانه. قال له انت عملت كده ليه يا شريك رغم ان انت عارف ان هو لو ما جاش هقتلك انت؟ قال له ما حبيتش ان الناس تقول ان المروءه ذهبت من قلوب الناس. راح الملك بص للاثنين قال لهم وانا كمان عفوت عنكم انتوا الاثنين عشان الناس ما تقولش ان الرحمه ذهبت من قلوب الناس. شفتوا قد ايه بقى الوفاء الجميل، وشفتوا المعاني الحلوه في موضوع الوفاء، معاني جميله جدا جدا. طيب في النهايه بقى نخرج من الموضوع ده بايه؟ بان احنا لازم نكون اوفياء. يكون اوفياء مع مين بقى؟ احنا قلنا اول حاجه مع مين؟ ها؟ مع الله. نكون اوفياء مع الله ازاي؟ قول يا حبيبتي قول. احنا نسمع كلامه صح كده؟ ولما يقول لنا ما تعملوش كذا ما نعملش. لما يقول لك اتحجبي تعمل ايه؟ اتحجب. ولما يقول لك تسمع كلام ابي وامي نعمل ايه؟ نسمع كلامهم. ولما يقول لك ما تاذيش الجيران، احنا نفترض مثلا ان في حد ساكن تحتيكم، هل بقى نقعد ندبدب فوقيه ونخبط ونلعب كوره ونرزع ونقعد نصوت نعمل كده؟ ما ينفعش، ليه؟ عشان حرام، عشان النبي عليه الصلاه والسلام وصانا بالجار وقال ايه؟ ما حدش يأذي جاره، صح ولا لا؟ طيب ادي مالك اللي جنبك ونشكره ونسمع كلام مين تاني ونكون اوفياء مع مين؟ ومع اخواتنا، مع رسول الله، يعني مع الله وبعدين مع مين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما النبي عليه الصلاه والسلام يأمرنا بحاجه نعمل ايه؟ ها؟ نعملها، نسمع كلامه على طول، صح ولا لا؟ أيوة. ولما يقول ما تعملوش دي نعمل ايه؟ ما نعملهاش. ليه؟ عشان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ادي على طول نبقى اوفياء مع مين تاني؟ لا قرب المايك. مع الاب والام بقى، مع ابي وامي. اوفياء ازاي؟ اصل الاب والام تعبوا معانا وربونا وصرفوا علينا ويعني وسهروا علينا، وكانوا لما حد فينا بيتعب كانوا ياخدونا يودونا للدكاتره ويسهروا عينا علينا وتعبين عشان خاطرنا، ويروحوا يذاكرونا ويودونا المدارس ودروس خصوصيه وياكلونا ويشربونا ويجيبوا لنا لبس ويطبطبوا علينا، ولما لقوا الدنيا برد يجيبوا لنا دفايات، ولما لقوا الدنيا حر يجيبوا لنا مراوح ومكيفات، وعمالين يعني بيعملوا كل حاجه عشان ايه؟ عشان احنا ننبسط. يبقى من باب الوفاء ان احنا ايه؟ نرد الجميل بقى الحلو ده، ان احنا لما نكبر كده والاب والام يكبروا يقول ايه؟ لا يا امي خلاص خلي عنك بقى امي، انا كبرت الحمد لله اهو بقى عندي 10 سنين انا اخدمك. انا والله وانا في سنكم، والله ما بقولش الكلام ده رياء، انا وانا في سنكم وانا صغير كده كنت بخدم امي. والله كنت بمسح لها واكنس لها واخرج بره اشتري لها كل الحاجات بتاعتها. ورغم ان احنا على ايامنا بقى لا كان في بقى لا اتاري ولا كمبيوتر، احنا كان اخر ما وصل اليه العلم الحديث ايامنا كان الكازوز واستغمايه وخلاص يعني بس انا كنت بلعب استغمايه حلوه يا استاذ محمد، يعني كنت لعيب استغمايه فسبحان الله، فيعني ما كانش عندنا المتعه بقى بتاعتكم ديت، وما كانش بقى ما كانش فيها الشوكولاتات اللي مش عارف معمول محشيه ايه والبسكوتات اللي ده، احنا كان هو الفندان وايه تاني ما اعرفش والنبوت بتاع العسكري ده ولا حاجات كده يعني اللي تجيب بيلي. المهم يعني كان على ايامنا ما كانش فيه المتعه بتاعتكم، ورغم ذلك كنا مبسوطين وكنا بنخدم اهالينا، كنا بنحبهم ونسمع كلامهم، كنت استمتع قوي بقى. كان عندي طوق صغنطط كده كاوتش، اول ما امي تقول لي محمود روح هات لي مثلا فول ولا ترش ولا عيش ولا بتاع، او ما ناخد بقى الطوق ده، هو ده العربيه بتاعتي بقى، دي الملاكه بتاعتي، واخد بالك؟ ده الرولز رويس بتاعتي، فاقوم واخدها واقعد اسوق لحد لما اوصل هناك واشتري لي حاجه، الكيس في ايد والطوق في ايد ومبسوط واخر حلاوه. وانا في سنكم كده، انا بقول لكم يعني الذكريات الحلوه بتاعتنا يعني، وكان لا يمكن ان انا يعني اكسر لها كلمه.
اول ما تؤمرني بحاجه اسمع كلامه على طول. ليه؟ ده من باب الوفاء بالام والاب. ان لما ابويا مثلا يكون ظروفه على قده، انا كنت ادرس واجي في اجازه الصيف اللي بين المدارس اشتغل واصرف على نفسي، مش عيب، صح ولا لا؟ علشان اساعد ابويا. وافضل طول عمري ادعي لامي وادعي لابويا حتى بعد ما امي مات. حتى بعد ما امي مات افضل ادعي لها واستغفر لها واعمل اعمال صالحه واقول يا رب خليها في ميزان حسناتها، وعلى طول. هو ده ايه؟ الوفاء. طيب وفاء مع مين تاني كمان؟ وفاء مع القرايب، صله الرحم. ليه عمي وليه عمتي وليه خالتي وليه خالي، يبقى اروح ازورهم اطمن عليهم. يعني في المناسبات نروح نحتفل معاهم ونحاول بقدر الامكان ناخد لهم شويه هدايا ونتالف قلوبهم. صله الرحم بقى جميله جدا جدا. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اللي عايز ربنا يطول في عمره ويوسع في رزقه فليصل رحمه، صلى الله عليه وسلم. عايز فلوس كتير؟ عايز عمرك يطول حتى مش لازم يكون طول يعني يبقى عندك 60 تبقى 70، لا ممكن حتى البركه في العمر، ان ربنا يبارك لك في عمرك، يبقى صله الرحم. نكون اوفياء مع مين تاني؟ الاصدقاء بقى، زمايلنا. بس الوفاء ما ينفعش بين ولد وبنت. يعني ما ينفعش اتكلم عن الوفاء النهارده ويجي واحد في كليه مثلا يقول ايوه ده انا كنت اعرف واحده ايام ثانوي فلازم اكون وافي معاها، لازم اروح عشان اطمن عليها واسلم عليها وكده واشوف اخبار الجوابات لسه محتفظه. لا ما ينفعش، لان يعني دي في معصيه لله سبحانه وتعالى، يعني ما ينفعش. لا الوفاء يكون يعني بين بنت وزميلتها او بين شاب وبين زميله. مع مين كمان يا حبايبي؟ مع المدرسين اللي بيعلمونا في المدرسه، المدرسين، ومن باب اولى بقى المشايخ بقى اللي بيعلمونا. يبقى يكون عندي وفاء. الشيخ فلان ربنا يجازيه كل خير واحنا صغيرين عمال بيعلمنا القرآن ويعلمنا السنة ويعلمنا ازاي نتبع النبي عليه السلام ويعلمنا ازاي نقلد الصحابة ونقلد النبي، بيعلمنا ازاي نخش الجنة، بيعلمنا يبقى عندنا وفاء. ما ننساش فضله ابدا العمر كله. ليه؟ هو ربنا مسخره عشاننا، بس برضه ايه؟ ما ننساش فضله. المدرس في المدرسة بيعلمني علوم وفيزياء وكيمياء وكده، ورغم ذلك ايه؟ لازم يكون عندنا ايه؟ لازم يكون عندنا وفاء. بيقول لي فضل دقيقتين. خلاص احنا بنخلص الحمد لله. في حد مش فاهم اي حاجه في الوفاء؟ في حد ناوي ما يبقاش وفي؟ كله ناوي يبقى وفي خلاص؟ موافقون مع الاعتذار لبتوع مجلس الشعب. المهم يعني فيعني ايه يعني الحمد لله رب العالمين. من النهارده ان شاء الله نكون اوفياء مع الله، نسمع كلام ربنا، ولما يقول لنا ده ما نعملوش يبقى ما نعملوش يا رب، خلاص سمعنا وانتهينا. ولما يجي الامر من عند النبي عليه السلام نكون اوفياء مع النبي، نسمع كلامه ونقلده ونحاول نشوف هو النبي كان بيلبس ازاي، هو كان بيسرح لحيته ازاي، هو كان النبي عليه السلام كان يعني كان بيتوضى ازاي، كان بيصلي ازاي. من الوفاء بالنبي عليه السلام ان احنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، وان احنا نكون اوفياء مع الام والاب. من دلوقتي وانتوا قاعدين في الحلقه قدام اهو تقبل ايد امك وابوك وهي قاعده جنبك، قبل ايديهم، ده من الوفاء. وبعد ما تخلص الحلقه خش كده وانت خشي، ماما انت في حاجه عايزه تتغسل في المطبخ، مش عيب، خشي واغسل لها المواعين، مش عيب عليك. يعني ده بالعكس، ده انت كده تاخد حسنات واجر. ماما لا الشقه مش متروقه، انا هروق النهارده. طب ماما انا بكره بقى عليا انا بقى نظافه المطبخ واختي عليها مثلا نظافه الغرف، وكده ساعدوا الام والاب. مع الام طول النهار عماله عيني شغاله وشقيانه وتعبانه، نساعدها ونحبها ونحاول نحسسها ان احنا اولادها اللي بنحبها واللي هنكون اوفياء معاها واحنا صغيرين واحنا كبار بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الحقيقه وقت الحلقه تقريبا شبه انتهى، لكن بنذكر بقى حبايبنا الكبار بقى بميعادنا ان شاء الله يوم الاثنين القادم مع درس فضفضه ايمانيه ان شاء الله، ودرس مهم جدا عن تكمله صلاه الجماعه الساعه 9:30 بالليل ان شاء الله، عن تكمله جزء صغير كده في صلاه الجماعه، ونخش بقى على صلاه الفجر عشان كل اللي نايم يصحى وكل اللي قاعد يقف عشان ايه الكل يقوم يصلي صلاه الفجر، تلك الصلاه المباركه. اسال الله عز وجل ان يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.